السلام عليكم. حسب آخر أخبار عاصفة الجزائر، شهدت أحد الولايات الغربية الجزائرية حوادث مروعة بسبب الرياح القوية جدا التي تضرب الجزائر حاليا. وحسب ناشطين في السوشيال ميديا، فإن العاصفة التي تمر حاليا بالجزائر أدت إلى حدوث حالات اختفاء بين المواطنين الذين قاموا بتجاهل تحذيرات الحكومة، وقاموا بتشغيل سياراتهم وشاحناتهم قصد الذهاب إلى العمل أو الاسترزاق. حيث كشف ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان أنهم رأوا شيخ يطير في الهواء وهو يحمل عكازه بفعل التيار الهوائي الشديد. ما أكد شاهد عيان آخر أن سيارات سياحية باهظة الثمن قد طارت في الجو أمام عينيه بسبب وزنها الخفيف مقارنة بشاحنات النقل الثقيل. ولحسن الحظ، فإن الشيخ الذي قامت الرياح برفعه عاليا قد سقط أخيرا في سطح أحد العمارات العالية، وتعرض لإصابة خفيفة، وتمكن السكان من نجدته. وسنوافيكم بجديد العاصفة لاحقا.